أنا اللي كتبت المذكرة للرئيس زروال بغلق الحدود، أنا شخصيا طلب مني رأيي لأن وزير الخارجية كان غائب آنذاك، وطلب مني. إذا لماذا؟ لماذا؟ لأن في ذلك الوقت كانت هناك ملفات أمنية ضخمة، على رأسها الملف الأمني. نعم. تدفق الأسلحة. نعم. وعبور الإرهابيين من أوروبا عبر التراب المغاربي. كانت عندنا مآخذ على المغرب من الجانب الأمني، لكن بالرغم من كل هذا لم نبادر بغلق لم نبادر بغلق الحدود. غلق الحدود جاء كرد فعل على ما قامت به السلطات المغاربية. التأشيرة بعد تفجير، فرض التأشيرة وأخذ الممتلكات. العشرات، أنا كنت كاتب دولة جاتني العشرات من الجزائريين اللي سلبت في هذه في 94. نعم. سلبت منهم مرتزق أملاكهم نعم. أرزاقهم في المغرب، والملفات لا تزال عالقة حتى الآن باش يعرفها الشعب الجزائري. تفضل. قضية الصحراء الغربية ظهرت في 75. نعم. بومدين جعل منها أولوية للسياسة الخارجية الجزائرية. شادلي بن جديد جاء من بعده، أنا كنت مدير الإدارة السياسية في الخارجية، جعل من حل قضية الصحراء الغربية انشغاله، شغله الشاغل، وتقدم مبادرتين وتوصل إلى إقناع ملك المغرب بالتفاوض مباشرة مع الصحراويين، اللي حبيت نقوله أنه جعل منها أولوية للسياسة الخارجية. زروال، الرئيس زروال ربي يذكره بالخير ويطول في عمره، لما تقلدت مهامي ككاتب دولة، أول استقبال له لي أمرني بفتح ملف الصحراء الغربية وتقديم التوصيات، وضعوا أولوية.